حفل بطولة كأس العالم للأندية في السعودية. ازيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك، اشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله الجديد والترند. شهد حفل بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء مجموعة من العروض الغنائية، وذلك قبل انطلاق مواجهة الافتتاح والتي ستجمع فريقي اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي. وجاء حفل افتتاح مونديال الأندية بسيطا، وشهد عدد من العروض الغنائية والاستعراضية بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية. جاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى مارسيلو جروهي، خط الدفاع زكريا أحمد حجازي، حسن كداش، عمر الشنقيطي، خط الوسط نوغلو كانتي، وفيصل إيجو رومان هيرو في خط الدفاع، وكريم بنزينة. يسعى اتحاد جدة الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه لتحقيق الفوز أمام أوكلاند الأكثر مشاركة في البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في الربع النهائي. ويخوض الاتحاد مونديال الأندية بمجموعة من النجوم العالميين على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022. ويأمل كريم بنزيما صاحب 36 عاما في تتويج جديد بمونديال الأندية، ولكن هذه المرة مع النمور بعد 5 بطولات سابقة مع ريال مدريد.